تعالوا النهاردة شوفوا طريقة التوست اللي بيتعمل في البيت. أحلى من الأفران وأحلى من أي حاجة. بيتباع ب50 وب45 ومش مكلف خالص خالص. بصوا معمول ازاي، طريقة سهلة جدا. بصوا حلو ازاي وطري، وتقدري تشيليه في الفريزر في كيس نايلو، تحطيه بتاع تلاجات، تحطيه في التلاجة وتطلعي منه تحشي لولادك نوتيلا، جبنة نستو، اي جبنات، جبنة كيري، اي حاجة. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله ونصلي على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. خير، صباح الخير على أحلى متابعين. أهلا بيكم في قناة ماما سوسو. النهاردة هعمل التوست بدل ما بنشتريه بالغالي، بصراحة غالي جدا بره. لا، انت تعمليه في البيت وتوفري فلوسك وتوفري وقتك. اقول لك بقى المقادير بتتعمل ازاي. معايا هنا 3 كوبايات ونص، هما كانوا 4 كوبايات الا ربع. اخدت منهم شويه شلتهم على جنب، جايز احتاج لهم. خلاص كده عليهم ايه، نص معلقه ملح، اقلبها كده كويس. وهنا لبن بودر، عندك ما عندكيش مش مشكله، ده اختياري يعني. ومعلقتين سكر. تمام كده، حطهم بسم الله. اللي هعمله تاني احط الخميره بقى وراه، خميره فوريه. عايزه خميره من القطعه ماشي، انا عندي بس في الفريزر، فلازم تطلع قبلها بوقت كبير. هنا باكو خميره، اقلبهم على بعض كده، المواد الجافه كلها مع بعض. خلاص كده. هنا هاخد المفروض معلقتين زيت، هاخد مره دلوقتي معلقه وفي الاخر الم العجينه بالمعلقه التانيه. ادي هي كده بسم الله. ادي المعلقه اهي الاولانيه. تمام. هنا بيضه انا حطيت عليها ايه، فانيليا. قلبتها، مش هاخدها كلها، هنزل شويه منها، خلي الباقي فوق الوش، مش كتير يعني. خلاص كده اركنها بقى على جنب. بصوا بقى الخل بقى بيرفع العجينه كويس قوي قوي. فهحط ايه، نص معلقه. لو جت معلقه بقى ده خير وبركه، حسب ما ايدي هتنزل. خلاص هي ما جاتش معلقه كامله. خلاص كده انزل، اقلبها بقى كويس كده، وانزل عليها لبن كوبايه الا ربع، حاليا كوبايه الا ربع لحد دافي. لو احتاجت تاني احط ميه يا لبن. خلاص كده اعجنها بقى كويس قوي قوي كلها على بعض كده، واعجنها كويس. وبعد كده انزلها على الرخام اعجنها. تمام كده خلاص. بصوا كده الكوبايه الا ربع لبن ما عملتش حاجه. حضرت ميه عليها، ميه دافيه، وربع الكوبايه التانية هنزلها برضو ايه معاها دافيه. مش هحطها كلها برضو، هخليها لما اشوف ايه اللي هتاخد قد ايه. واعجنها بقى بايديا عشان انزلها على الرخامه، واشوف برضو محتاجه ايه. هي محتاجه بقيه الكوبايه برضو، مش هنزلها كلها عشان العجين ايه، انا لسه مطلعاه من التلاجة قاعد ما عادش ياما. بس كده هنزلها على الرخامه بقى واعجنها. لازم تتعجن حلو جدا كده بقى. خلاص انا عجنتها كده كويس اهي، لمها من على الرخامه. انا هنا دهنت هنا زيت، القط الحاجات ايه. بس العجينه زي اللوز اهو، ما شاء الله ما شاء الله، جميله 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 اهي. احطها بقى وادهن وشها زيت. انا خدت المعلقه التانية لميت بيها العجينه. خلاص كده اغطيها بقى كويس واسيبها بقى نص ساعه حسب ما هتخمر، وارجع لكم تاني. بس انا خدت شويه دقيق من هنا. بصوا بقى الكهرباء اتقطعت وهنا خمرت،
ما اقدرش اسيبها اكتر من كده، لو سبتها اكتر من كده تفطس. بصوا تعالى نقول بسم الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بس جميله ازاي. هي قربت الكهرباء تيجي، بس انا ما اقدرش اسيبها اكتر من كده تفطس. خلاص كده نعمل ايه بقى؟ نديها البوكس التمام. بسم الله. نطلع الهواء منها وننزلها على الرخامه. خلاص كده. انا مولعه التليفون التاني وسايباه. خلاص كده. اعمل ايه بقى؟ حاولي ايه طلعي الهواء منها كده. دي بقى هي هقطعها اتنين. هقطعها اتنين لان القالب عندي صغير. انا عندي قالب كبير بس تيفال، مش عايزه اعمل في التيفال. التيفال بيسخن بسرعه ما يسوهاش. بسم الله. تعالوا كده عليها. خلاص كده. افردها بقى. افردها وطلع. طول ما انت تفرديها طلعي منها الهواء. طلعي منها الهواء بالطول كده. بس يا جماعه شايفين كده ولا ابعد تاني اهو عشان تشوفوا. طلعي منها الهواء كده. خلاص كده. اعمليها بقى مربعه. مربعه وايه ما تخليش رفيعه. تمام كده. على الناحيه التانية برضو عشان تبقى ايه مظبوطه. خلاص كده. اللي هنعمله نفردها برضو سنه شويه عشان شايفاها حجمها كتير قوي. القالب ادينيه سمنه ودقيق زي عملة الكيكة. خلاص كده. طبقها كده وهعمل التانية واسيبها. هعمل ايه التانية كده برضو زيها واسيبها. اوريها لكم ازاي. هو جت. اخد اول واحدة بقى. تمام كده. افردها. افردها كده بقى. بسم الله. على قد ما تقدري طلعي الهواء منها. متخليهاش فيها هواء. وبعدين هنا اجيب قدامي عشان ابقى اعرف المقاس. اخلص الفردة على كده عشان حطيتها قدامي كده عشان اعرف هعمل ايه بالظبط المقاس. ادي كده بلفها اول لفة. بضغط عليها كده جامد على قد ما تقدري. اضغطي جامد يعني طلعي الهواء منها. ادي كده برضو كده اهو. ده اخر حاجة بتجيبيها كده تقفليها جامد جامد جدا جدا وتقربي كده. والفتحة دي اللي هي بتبقى تحت. تمام كده. نعملها تاني كده. نمسكها بقى ايه نفردها كده كويس. اقفل الجوانب حلوه كده 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 كويس اهي. انا عملتها قبل كده في القناه في اول ما كنت مبتدئه وما كنتش بعرف اصور. اسيبها بقى واعمل التانية. اغطيها واسيبها اعمل التانية. خلاص انا الاتنين اهو حطيتهم.
اصفيهم واسيبهم واحط عليهم برضو ايه فوطه، واسيبهم كده مده نص ساعه حسب ما تخمر وهوريها. انا حاطه لها ايه عشان تبقى ايه تتدفى كويس. بصي ما شاء الله ما شاء الله. هنا بقى ايه بقيه البيضه حاجه بسيطه، حطيت عليها نقطه لبن يعني اقل من المعلقه. هنا كده بالراحه بقى، بالراحه خالص عشان ما تهبطش منك. بس كده الفرن والع، وشوفي فرنك انت بتسوي على المخبوزات على ايه، على درجه كام. حطيها الاول، تحطي تحت تستوي، تضمني ان تحت استوت، وبعد كده تولعي فوق. لو انت شوفي فرنك انت بتظبطيه ايه، كل فرن في اي بيت بيختلف عن التاني. خلاص كده ادخلها الفرن بقى. الفرن يكون والع قبليها ب10 دقايق او 5 دقايق حسب فرنك برضو بيسخن بسرعة او لا. خلاص كده بالراحة بقى كده، هنشوفها بقى سوا لما تطلع من الفرن. مش هتاخد كتير في الفرن، اقل من نص ساعة. في الفرن اللي لسه مدخلاها ارتفعت بسرعة ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا. بصوا لسه ما طبعا مش هتحمر من فوق لان انا مولعة الشمعة اللي تحت. انا فرني غير اي فرن تاني، فالشمعة اللي فوق دي بولعها بعد لما احس انها استوت. خلاص كده اهوت. لما تطلع بقى هدهنها سمنة واوريها لكم من فوق الوش كده وتغطيها لما تطلع تشوفوها. من الفرن بسرعة كده وهي سخنة، بحط ايه بقى بمشي السمنة كده عليها عشان تستنى طرية. خلاص كده اللي بعمله بغطيها كده شوية واقلبها. خلاص كده بس هنا بقلبها اهي. بصوا يا جماعة بصوا حلوة ازاي اهي. خليها على شبكة، لو ما عندكيش شبكة حطيها على حاجة عالية كده. المهم ايه تطلعيها، ما تحطهاش على حاجة تعرق. خلاص كده سيبيها بقى، اغطيها برضو واسيبها وقت كبير، ساعات او ساعتين 3 ساعات، لحد ما عشان ما تقطعهاش خالص وهي سخنة خالص خالص. بصي جميلة ازاي، حلوة قوي قوي. هسيبها بقى مدة كبيرة، بس الاول هغطيها كده مدة كبيرة، وما قعدتش تلت ساعة في الفرن. انا بقى لقيتها وشها احمر، رحت مولعة برضو الشواية شوية فخدت اللون ده اهو. بصوا يا جماعة من تحت بصوا اهي، والتانية اهي هنفض منها الدقيق عشان تبقى تتظبط. خلاص كده هسيبها بقى وارجع لكم تاني لما اقطعها. ده بتاع 3 ساعات كده. بصوا لما اقطعه الطبق. بسم الله. بص الاول الكثافة بتاعته. بسم الله كده. كل ما بتسيبيه يبرد وتقطعيه. بصوا الجمال حلو قوي ازاي. تمام كده هقطع التاني برضو. بصوا الجمال، بصوا السكينة حلوة قوي قوي قوي. تقطعيه بقى طرنشات في اي وقت بقى، هقطع لكم برضو شوية طرنشات وارجع لكم تاني. بقى الجمال وبعد ما تقطع. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا 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 خفيف ازاي وحلو ازاي وطري جدا حلو كده. بقى تقدري تشيليه في التلاجة، تحشي نوتيلا، تحشي جبنة، تحشي اي حاجة اللي يعجبك احشيه، اللي ولادك بيحبوه. بصوا سهل ازاي. بيكلف بقى قد ايه؟ ما تكلفش. تعالوا نحسبوها سوا. اخد قول نص كيلو دقيق، نص كيلو هنحسبها على 10 جنيه بلاش اقل.
وباكو خميرة ب2 جنيه ونص. تمام. بلاش بيضة لان انا حاطة من عندي كده البيضة اختياري. ايه تاني؟ خدش حاجة تاني، حطينا ايه حاجات من البيت، ما حطيتش حاجة تكلفة تانية. هي يعتبر اتكلف 20 جنيه، هما بيبيعوه ب45 وب50. حرام بقى ولا ايه؟ ولا ايه فلوسنا كتير؟ بص الجمال، بصوا حلو ازاي جميل جدا جدا. بصوا حلو قوي قوي قوي، سهل سهل جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم وشاهدتي للآخر أو أول مرة تشاهدي قناتي، ما تنسيش اللايك والاشتراك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.